في ظاهرة غريبة للعقوق، أقدم 4 أشخاص في مديرية عبس بمحافظة حجة على تكبيل والدهم المسن بالسلاسل وسلبه أمواله ومحاولة قتله حد وصفه للجهات الأمنية التي قبضت على أحد الأبناء المتهمين. هذا الرجل المسن والمكبل بالسلاسل والأغلال ليس ثائرا فر من سجون الإمام، ولكنه أب تم الاعتداء عليه وضربه من قبل أولاده الذين قاموا بتجريده من ملابسه ونهب أمواله بعد أن تجردوا من كل ما يمس إلى الإنسانية والرحمة بصلة، مجسدين بهذا أبشع صور وأشكال العقوق التي قلما نشاهدها في بلادنا. عشان بنية علشان تخذوا علي فلوس يقول لك أزوجهم غصبا وأنا معي فلوس إلا أشيلهم فلوسي. استغفر الله. وضرباني وشوفوا باين وكل بشني والله مسك مدول مربطنهم كذا وقاعدة موجودة وبيته موجود. نعم هذا عملهم 10 هذا عملهم أيوة هذا منهم واحد. لم يكتفي أولاد هذا الكهل الذي تملأه الحسرة والألم جراء ما ارتكبه أولاده الذين هم من صلبه من جريمة في حقه، لم يكتفوا بما فعلوه به ولكنهم حاولوا قتله قبل أن يقوم رجال الأمن بالتدخل في اللحظات الأخيرة واشتباكهم مع الجناة ال4 الذين لاذوا بالفرار باستثناء زيد الذي تدل ملامح وجهه على ندمه المصحوب بالخزي والعار الشديدين، يجرجر من الخلف ويجر معه سوء فعلته. وخنقه مربط يعني بحبل يقتلوه يسجنوه. تحركنا كما بلغ الإدارة، تحركنا إلى البيت حقه وقع اشتباكات بين احنا واولاده داخل البيت. اشتباكات؟ نعم اشتباكات اطلقوا علينا رصاص. قد تم ضبط واحد من اولاده وواحد الذي هربهم ويدعهم السجن، والان لازلنا نتابع اولاده الفارين من وجه العداله. قضية الاعتداء على الحاج موسى عبد جعيبة بمديرية عبس بحجة من قبل أولاده بعد سرقة أمواله قضية لاقت استهجانا من قبل كل أب أو ابن سكن المدينة وسمع بهذه القصة، متسائلا أين كان الجناة من قول الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقول رسول الله أنت ومالك لأبيك. ارحم. محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع.